اول حاجه بنجيب طبعا الرز كده ماشي. كذا مرة بعد ما صفيناها ماشي. وبعدين نجيب بصلتين في الحجم ده كده اهو ماشي، ونقشرهم ونقطعهم قطع صغير ماشي. وهمت بعد ما قشرتهم اهو، حتى في اتنين كانوا توأم مع بعضهم، لما قشرتهم طلعوا اتنين اهو. وادي التاني ماشي. وهقطعهم بقى ايه حتت صغيرة دلوقتي. واهو بعد ما ايه ما قطعته كده اهو ماشي. قطعته كله قطع صغيرة البصلتين اللي انتوا شفتهم دلوقتي ماشي. وهقول لكم بقى هنعمل ايه بعد كده. هنجيب طاسة زي دي كده في الحجم ده كده ماشي، تقريبا حوالي 30 سنتي اللي هو الحجم بتاعها ده. وبعدين هنحط فيها شوية زيت كده اهو ماشي، مش كتير على قد الرز، كأننا بنحط سمنة بالظبط ماشي. ده ما بنحطش فيه سمنة، ده بنعمله رز السمك، ده بنعمله رز بزيت، ما بنعملوش بسمنة. بعد ما بيقدح بنروح جايين حاطين فيه ماشي، نروح جايين حاطين فيه شوية ملح كده ماشي. ونقلبه بقى ممكن نقلب فيه لغاية ما يتحمر، بس يبقى بني بقى، بني بارد مش فاتح. بتاع رز السمك يبقى البصلة بتاعته بني غامق. نجيب كل شوية بقى بنقلب فيه لغاية ما يحمر. لغاية ما قلتلكم لسه عاملين لازم نقلب فيه عشان ايه ما يتحمرش حتة حتة لأ ماشي. لغاية بقى ما يتحمر خالص يبقى لونه بني. هيبقى بني كده ماشي. بعد كده بقى بروح مزودة ايه كوباية مية ماشي. بروح بقى مغطياه علشان ايه اللون بتاعه ينزل في المية. بعد ما هي تبقى في الشكل ده اهو كده اهو، نروح نزودها كوباية ماشي. واسيبها بقى اما تغلي. بعد ما تغلي بقى كده اروح جايب الرغم ماشي، واقلبه طبعا. بعدين بقى بحط شوية ملح صغيرين عشان احط قبل كده شوية كمون ماشي، وشوية شطة، واقلب كل ده على بعض. ويبقى كده بالشكل ده. وبعد كده بقى بغطيه اهو، واسويه بقى على نار هادية لغاية ما يستوي اهو. بعد ما استوى شكله ده بقى الرز ايه يسموه رز البصل، بيتاكل مع السمك المقلي والهنا والشفا اللي هياكله. وده بعد ما قلبته ماشي. شايفين شكله يفتح النفس، شايفين منظره والهنا والشفا اللي هياكله. ادي نوع من انواع الرز، رز البصل، شايفين منظره والهنا والشفا.